السلام عليكم وتحية طيبة لكم محبين قناة كريم كسرى أينما كنتم. مرحبا بكم عام جديد. اليوم انتصار للعدالة وانتصار للمحامي الكبير والصديق العزيز الأستاذ هلال تاركو. أول حاجة كنهني الأخت المغربية بالبراءة اللي كانت كطالب النيابة العامة ب 25 سنة سجنا في حق المغربية. آخر المطاف خرجت ببراءة بفضل المحامي الكبير المحنك الأستاذ هلال تاركو. صراحة اليوم كان واحد نهار كبير كما كنقولوا. إخوان أخوات، أنا غنتقسم معكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع هذا، وغتعرفوا تفهموا الأمور كيفاش غادية وتشوفوا الجرائد الإسبانية شنو كتبات. الموضوع اش وقع. عطينا واحد لايك الإخوان، كملوا معنا واستافدوا مزيان، ركزوا معايا في هذا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا شنو وقع. شوفوا الشطاره ديال المحامي ملي كيكون عندك محامي شاطر. كنهنيك الاستاذ هلال تاركو من هذا المنبر هذا، وغدا ان شاء الله ولا بعدو غادي نعمل معاه فيديو خاص، غادي نصور معكم فيديو كنتكلم مع الاستاذ هلال تاركو وغيتقسم معكم المجريات ديال الاحداث اللي وقع. ان امراه مغربيه مغربيه كانت متهمه ب 25 سنه حبسا اللي طلبت فيها النيابه العامه هنا في اسبانيا، وخرجت كما كيقول الخطه المصريين زي الشعره من العجين، خرجها ببراءه، يعني ما كاين لا حبس لا والو. انا نفهمكم، انا نقول لكم الجرائد الاسبانيه بعدا شنو كتبت، وغير شوفوا معايا وتمعنوا معايا مزيان. شوفوا الجرائد الاسبانيه شنو كتبت. Fiscalía pide 25 años para una madre acusada de tirar al suelo a su recién nacido. La Fiscalía pide 25 años para HNO, una madre acusada de haber golpeado y tirado al suelo violentamente a su hija de 15 días de vida en mayo de 2018 a su domicilio de Vilanova del Camí, Barcelona, y dejarla en el estado crítico en graves secuelas. اش كيقول هذا الخبر ولا نفهمكم. قال لك سيدي هنايا النيابه العامه كطالب 25 سنه سجنا في حق واحد الام، هي مغربيه، مغربيه، حيث رمات بنتها للارض وتعدت عليها وخلتها في واحد الوضعيه اللي خايبه وسبت لها عاهات. هنا النيابه العامه طالبت بهادشي هذا، وشوف الخبر كيفاش كيتكتب بالجرائد الاسبانيه، يعني ان الام مغربيه رمات بنتها في الارض وتعدت عليها، عندها بنتها صغيره اللحمه 15 يوم. هادشي اللي كتبت الجرائد الاسبانيه، اللي غيسمع هادشي هذا يصدقوه. الواقع شنو كاين واحد الاخت مغربيه في برشلونه عندها بنتها في عمرها 15 يوم لحمه، طاحت لها من الكامه، واقيلا كانت كتلعب مع اختها اللي كبر منها وطاحت من الكامه. ملي مشات للطبيب هذا قالوا لها انت اللي طيحتي، انت الام ديالها، انت اللي طيحتي، انت اللي تعديتي عليها، انت اللي تكرفستي عليها. وصافي وبقاو كيحققوا معاها، وغادي وبقات النيابه العامه كطالب ب 25 سنه ديال الحبس. اشنو وقع؟ ديك البنت الصغيره مسكينه اللحمه داتها واحد المؤسسه اللي معروفه بالمختصر دي جي اي ا، هي ديريكسيون جينيرال دي اتنسيون انفانسيا اي ادوليسينسيا دريت سوسيال، هذا كاين في كاتالونيا، هي المؤسسه العامه ديال العنايه بالاطفال والمراهقين والحق الاجتماعي. هذه هي المؤسسه اللي خرجت على المهاجرين كاملين. هذه المؤسسه هذه ديال اللي كدير ولاد ديال عباد الله. قال لك سيدي هذه المؤسسه طالبت بانها تمشي للحبس هذه الام المغربيه، والدوله بنتها هذه الصغيره اللي في عمرها 15 يوم ودوها هما، عطوها عائله واحده اخرى باش تربيها، وطالبوا انها باش تمشي للحبس هذه المغربيه ما تعاملتش مع بنتها مزيان. الخبر الصار شنو هو اللي غنتقاسم معكم، ان هذه المغربيه اللي وقع لها هذا المشكل هذا توكل الملف ديال الاستاذ الكبير المحامي الشاطر هلال تاركو، النقيب ديال المحامين هنا في اسبانيا، مغربي صديقي، وغادي ان شاء الله ندير معه فيديو خاص في هذا الموضوع هذا ونزيد نعرفكم عليه. والسيد اللي حضر معايا في الحفل ديال الافتتاح ديال المشروع ديالي ملي فتحت لاجونس ديالي، جا حضر معايا، هو اللي شفتوه معايا في الفيديو. توكل الملف ديالها نعم سيدي، وبقى هادشي وقع في 2018 وبقى كيساير جلسه مور جلسه، جلسه ماراثونيه. اخر المطاف شنو هي النتيجه اللي خرجت؟ واسمعوا معايا الخبر، انا نخليكم هنايا مقطع باش تشوفوا معايا، اسمعوا معايا اخر الاخبار. محامي مغربي ينقذ مغربيه من السجن لمده تزيد عن 25 سنه اللي طالبت فيها النيابه العامه. تمكن المحامي من اصول مغربيه وبهلال تاركو، استاذ هلال تاركو، يعني محامي مغربي عنده جنسيه اسبانيه، اصول مغربيه،
هلال تركو الحليمي من تبرئة مغربية من تهمة محاولة القتل غير العمد لرضيعها البالغ من العمر آنذاك 18 يوم. ديك الساعة 2018 كان في عمره 15 يوم عفوا. إذ تعود أطول القضية لسنة 2018 عندما نقلت مغربية بجهة كاتالونيا رضيعها البالغ آنذاك 15 يوم للمستشفى بعد سقوطه من سريره في غفلة منها، ثم النقل بالسيارة بالسيارة العائلة المستعجلات. لكن الأمور صارت عكس ما كان تسعى إليه الأم، وهو إنقاذ رضيعها الذي كان في حالة خطيرة. بعد استقبالها وتقديم الإسعافات الأولية والضرورية للرضيع من قبل الفريق الطبي المداوم واستفسارها عن أسباب الإصابة والسقوط، تم الاتصال بالشرطة، ثم اعتقلت الأم وتقديمها للمحاكمة بتهمة محاولة القتل غير العمد، والذي طالبت فيه النيابة العامة إنزال أقصى العقوبات في حق الأم، وهي 25 سنة سجنا. هيا سيدي. من بعد قال لك دخلت مديريه حمايه الطفوله والمراهقين اللي هي DGAIA اللي قلت لكم ديريكسيون جينيرال دي اتانسيون انفانتيا اي ادوليسينسيا دريت سوسيال كما كتسمى في كاتالونيا. دخلت هذه المؤسسه هذه نعم سيدي، وقال لك وذلك بوضع الرضيع في حضن عائله للعنايه بالرضيع في حين صدور الحكم النهائي في القضيه ومطالبتها بتعويض خيالي للرضيع والسجن للام. هذه المؤسسه طلبت السجن للام لمده 7 سنين. بعد جلسات ماراثونية وتقديم الدفعات الشكلية لدفاع الطرفين والنيابة العامة، تمكن المحامي المغربي من إقناع العدالة من عدم وجود أدلة كافية للإدانة ليعتمد القضاء الإسباني في الأخير على دفعات الأستاذ هلال تركو ويقضي ببراءة الأم من المنسوبة لها. يعني آخر المطاف من المطالبة ب 25 سنة طالبت بها النيابة العامة ومن 7 سنين اللي طالبت بها هذيك المؤسسة ديال العناية بالطفولة، لآخر المطاف الأستاذ ديالنا الكبير هلال تركو كينتصر في هذه القضية هذه وكيجيب الأخت المغربية البراءة. يعني خرجتي هي الشعرة من العجين كما كيقول إخواننا المصريين. اش بان لكم في هذا الإنجاز مع الأستاذ ديالنا هلال تركو؟ واش محامي شاطر ولا ماشي شاطر؟ لأن هنايا ملي كتشوف الجريدة كتبات، ملي كتشوف مؤسسة ديال يعني الطفولة دخلات وحيدت لها الرضيع ديالها وتهمتها، كل شيء كتشوف أن غير تهم ملفقة، حتى واحد ما عنده الدليل القاطع. يعني ملي يكتبوا الجرائد اللي بغاو يكتبوا دائما المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والإدانة ما كيناش. وهنا كاين البراءة. الأخت المغربية كنهنيوها من هذا المنبر هذا، كنقول لها مبروك عليك، ما كنعرفهاش مسكينة. إلى اقتضى إن شاء الله نديروا معها فيديو، غادي نديروا فيديو ان شاء الله مع الاستاذ هلال تركو يحكي لكم التفاصيل، وغادي ان شاء الله نقلبوا عليها ونديروا معها فيديو نهنيوها بهذا الانجاز وبهذا الانتصار العظيم والكبير. الاخوان صراحه انا هذا الشيء كيفرح مزيان. المغاربه انتصروا تبارك الله ما شاء الله، والعداله حتى هي انتصرت. وهنا بغينا نتقاسموا معكم هذا الموضوع هذا، وقولوا لي شنو جاكم، كيفاش جاكم هذا الشيء هذا اللي تقاسمت معكم. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو، ديروا بزاف د اللايكات، وقولوا لي في التعليق شنو بالكم في هذا الشيء هذا كامل. تحياتي لكم كاملين حتى نتلاقاو ان شاء الله مع الاستاذ ديالنا ونزيدوا مزيد من التفاصيل في هذه القضيه هذه. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.